إقامة وهران بالثانية فولونتير، وهذه فولونتير خوتي كما راكم تشوفوا. هذه إقامة ماشي سيت نتاع مكسيك ولا دي شغل يتحاشاكم ولا، كما راكم تشوفوا هذه إقامة يعني مدوها لطلبة بكالوريا. الأغلبية هنايا متحصلين على 16 17 حتى 18 معدل. يعني اسكو هذه بلاصة تصلح للدراسة ولا باه تقعد فيها انت ولا باه تخلي وليدك يقعد فيها؟ اسكو هذه شمبرة دروك يمدها لي انايا دايره كيما هكا، مين نبداها ومين نكملها واش نقي فيها واش نخلي فيها. التياق ما كاش، الباب مكسر ما فيه حتى حاجه باه تبلعها. دي شومبر كاتاستروفيك، يعني ما تقدر ما كشغل يعني بلاصه ما غير صالحه للدراسه كومبليتمون. اسكو هذه بلاصه خوتي اسكو هذه بلاصه إقامة فولونتير بالثانية في وهران، أقدم إقامة على مستوى الوطني من 76 تدمر. كما راكم تشوفوا جايين من بعيد، أنا كنت تكون هكا نلقاها كيما هكا. هذا هو الحي الجامعي ديال دولة هوكستان. شوفوا كي داير، قالك واش يقدر طالب يعيش هنايا. هذيك راه ما يقدروش يعيشوا فيها حتى الحيوانات، هذيك راه زباله حاشاكم. حرمونا داروا لنا الفيزا مهمتي. السلام خوتي خواتاتي، كي دايرين بخير؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا في صحه جيده. فيديو جديد. ايطاليا تستعين بخبراء جزائريين لفتح مصنع فيات بمدينه ايطاليه بعد النجاح المذهل والساحق الذي حققه مصنع وهران. كما سمعتي وخوتي، هذا مسؤول جزائري كيقول هاد الهضره، وبن سديره غيطرطق عقلو غيخرج من بلاصتو. غادي نشوفوا ايضا الرد ديال بن سديره، ولكن ما تنساوش ختكمونا من لايك ديالكم، كومونتيرات كيهموني، تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نبداو بسم الله. ويما هيا دوكا قول لي برك، هادو طوموبيلات مازالوا يتباعوا بالجزائر، والله غير عيب الستي. وانا رايحين ابن عمي، هادو طوموبيلات دوك يتساوموا ويتباعوا. فهموني برك، يعني الا كاين طوموبيلات كيما هادو قولوا لي. والله ما تسعى طوموبيل، عام كل طوموبيلات كبير يا خوتي والله العظيم. قول لي برك والله غير قولوا لي، ها انتم مع عينيكم وشوف الا راني ظالم. هيا هادو طوموبيلات مازالوا يتباعوا ومازال يهضروا عليهم الناس. هيا يتساوموا يقول لك 70 و80. هيا فهموني برك يا نمار، والله غير يا نمار يا شوفك مازال تباعها ربي هذا. وراه القانون وراه لا بك تبيعهم انت. قول لي برك يرحم والديكم اعطوني خبر برك يا الله، مانيش قادر نهضر. فرجوا وسكتوا وضربوا النحي. ايوا شفتوا لي السيارات ديال دوله هوكستان كي دايرين؟ لا جاج لا حتى شي حاجه، وباقيين تيبيعوا فيهم ويشريو، وغيبقاو 2025 و2026 و2027 حتى تبقى لهم غير الفولو. هادشي اللي بان ليا، ولكن هاد السيارات راه يصلحوا لكم في دوك الطرقان ديالكم. هكاوا نخليكم تسمعوا هاد الهكاوي. قال لك الشاشائر هما من رواد صناع السيارات. كما سمعتي. ما نطولش عليكم، نخليكم مع الفيديو ونعاودوا نرجعوا. دخول في شراكه مع الجمعيه الافريقيه لانتاج السيارات والقطاع تاعها، يعني من مانيفاكتشر. هذا يعني المغزى الاول يعني هو نديو الخبره تاعهم يعني في اطار التنظيم يعني تنظيم يعني والنهوض يعني بهذا القطاع في الجزائر. الجزائر يعني تعتبر من بين الرواد في صناعه السيارات في افريقيا، وهذا بشهاده يعني شركائنا الافارقه، يعني الجمعيه الوطنيه لصناعه السيارات. يعني الجزائر عندها قدرات كبيره، ويعني شفنا ثاني بعد مناولين يعني مقدرات قد تلبي كل طلبات افريقيا. يعني هذا بشهاده ثاني شركات صناعه البطاريات اللي عندها قدرة صناعة أكثر من 2 مليون بطارية في السنة، يعني غير موجودة، يعني ما تعتبر من بين الأقلية الموجودة حتى في العالم. واجي دابا نسمعوا الرأي ديال بن سديرة مسخوط مرتو على هاد الهكاوي اللي كان كيهضر. قال لك داكشي علاش كيخرج عبد المجيد كيبقى يكذب ويكذب، قول لي هما كاذبين عليه. ما نطولش عليكم، نخليكم مع الفيديو ونعاودوا نرجعوا. درك ما فهمتش انا. السي رشيد حشم، راك راجل كبير وناس ملاح ومحترم وراك انسان رزين. حشم سيدي، واش هاد الهضره هذه يعني؟ شفتوا علاش رئيس الجمهوريه مسكين مرات يهدر ويعطي تصريحات، وحنا نصدروا دولة قوية في افريقيا،
لانه يسمع خبراء مثل هذو. يجي واحد يكذب عليه كيما هذا رئيس او نائب رئيس جمعيه تاع مش عارف انا خرطي هذه تاع صناعه الخرش والكابويه، يقولوا احنا رانا من رواد اعطي ربنا واش راك تخدم اسيدي خسابنا الحلوف، اعطينا واش من كروس راك تخدم فيها، فهم ربنا واش من مصنع اللي عندك اسيدي. اذا كان تهضر علينا في العجلات سكرتوا قسامهم وحركتوا لهم والديهم راحوا. اعطينا درك اش عندك ادين امك، اعطينا مصنع، اعطينا. قال عندنا مصنع صناعه كذا، صناعه وراهم تبلوناش اسي. كي تقول عندنا احنا الرائد فاه رائد يا ربي، اعطيني مصنع يصنع وراه اسي. قالوا ايطاليا تستعين وكذا والجابون احنا احسن منظومه صحيه في العالم ها هم كيفاش يكذبوا على الرئيس، يبلعطوه. هذو اللي معتبرين نفوسهم خبراء ومسؤولين وكذا وكذا وكذا، ويجيبون في القنوات يهضروا كذا وشركائنا في افريقيا قال لك من الجزائر رائده في افريقيا وفي العالم في الصناعه. واش الصناعه الراهي ولا يا رب الصناعه هذه؟ تكذبوا على الشعب، تكذبوا على الرئيس. بروفيو لنا. قالوا عندنا مصنع في تيزواتين، قالوا عندنا مصنع في تيارت. هو وزير الصناعه يكذب، كذاب. قال للشعب الخدامين تاع لوزين، قال لهم بعد رمضان نفتح لكم لوزين. وراه رمضان وفات رمضان وعاشوراء والعيد وشي عايشين فات كلش. وعلاه تكذبوا؟ علاش تكذبوا على الناس وتكذبوا على الرئيس تخدعوا فيه؟ ودابا غنبارطاجي معكم الخبر ديال اليوم. استراتيجية تمويل المناخ بالمغرب تجربة ناجحة واحتياجات متزايدة. بغرض تسريع انتقال الأخضر للقطاع المالي المغربي، عملت السلطات المالية المغربية مختصة على اعتماد استراتيجية جديدة لتطوير تمويل المناخي في أفق سنة 2030، وفق ما أعلنت عنه الوزارة الاقتصاد والمالية على موقعها الإلكتروني الرسمي الأخير، مع نشر نسخة من تقرير كامل متضمن النتائج ورؤية استراتيجية. جاء هذا في سياق الالتزام السابق قطعته وزارة الاقتصاد المالية بمعين الهيئات التنظيمية التالية: بنك المغرب والهيئة المغربية للسوق الرسمي وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، في بلورة رؤية مشتركة متسقة بغرض تسريع انتقال الأخضر للقطاع المالي المغربي في خلال الاستفادة المثلى من التقديمات والإنجازات الكبرى لخراط الطريق معتمد سنة 2016 على هامش مؤتمر قمة المناخ كوب 22 منعقد بمراكش، والرامي إلى موائم القطاع المالي بكافة مكوناته مع رهانات تنمية مستدامة. خوتي اللي كيهموا الأمر يدخل موقع هسبريس ويقرا الخبر بالكامل. تبارك الله، بلادنا غدا في ازدهار وتقدم. الله يخلي لنا بلادنا ويطول في عمر ملكنا الحبيب. ما نطولش عليكم، تلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش تكونوا من اللايك ديالكم وكومونتيرات ديالكم كيهموني، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. نتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله. مع السلامه.